كل أم بتحلم إن تلاقي طفلها واثق من نفسه ومتزن وقادر على مواجهة تحديات الحياة من غير انفعال ولا غضب، وإن الحلم ده مش صعب على فكرة، بيحتاج بس الوعي وصبر واحتواء. هقولك على شوية حاجات تنمي الهدوء الداخلي لطفلك وتخلي ازاي تربي طفل هادي نفسيا. أول حاجة، كوني انت مرايته الأولى للاتزان. الأطفال بيقلدوا اللي بيشوفوه واللي بيسمعوه. خلي ردود أفعالك في المواقف الصعبة نموذج ليه. تنفسي كده بعمق قبل الرد على أي موقف مزعج، وجنبي الصريخ أو الانفعال أو الغضب قدامه، واشرحي له ازاي تعاملتي مع غضبك بهدوء. شفت أنا عملت ايه وأنا متضايقة قدامه، فعلا نموذج. في نفس الوقت بتوضحي له أنا عملت ايه وأنا متضايقة، ما عملتش ايه الحاجات الوحشة، أنا عملت الحاجات الكويسة. كمان الروتين، تكرار بيخلي دايما الطفل يحس بالاطمئنان. حط نظام كل يوم، مواعيد ثابتة بقى للنوم، للصحيان، الوجبات، مساحة للعب، وقت تاني للراحة، وقت للهدوء، وقت للمذاكرة. يبقى كل حاجة منظمة ووقت وبروتين معين، ماشي. وكمان اديله مساحة للكلمة. يعني لما تحس ان هو مثلا لما ينفعل او يتضايق، انزلي المستوى عنيه واسمعي له. لو كان كلامه غير مترابط حتى اسمعي له، عبري عن تفهمه ده انك انت فاهماه. يعني انا عارفه انك غضبان، وجنبي مقاطعته او ان انت تنهي الجمله مكانه. خليه يقول اللي هو عايزه. كمان لازم يكون عندك ادوات للتهدئه من اجل المهاره. يعني دربيه على اداره مشاعره عن طريق انشطه معينه. تنفس، عرفيه موضوع التنفس ده، تنفس بطيء، يلا ننفخ بالونه. ورقة كده بيضة ونقعد كده نلون فيها تلوين حر كده عشان نفرغ الطاقة السلبية. لما نحس ان احنا متضايقين مش نقعد نشخبط فيها. نلعب مثلا لعبة تمثيل دراما، دور مثلا شخصية واحد هادي في موقف معين هيعمل ايه، كأننا بنحكي قصة لواحد برضو هادي بيعمل ايه، نمثل اللعبة او نحكي القصة. كمان حولي المشاعر لكلام. ساعديه ان هو يبني قاموس من المشاعر العاطفية. ما يكون متضايق يقول انا متضايق، انا مخنوق، انا محتاج لمساحة، انا حاسس بخيبة امل. بدل ما يصرخ، لا، يقول ايه، انا غضبان، انا غضبان، انا زعلان، انا متضايق. بدل ما يصرخ ويصوت ويعيط والكلام ده، لا، فهميه ان هو يتكلم بدل ما يعمل التصرفات دي. قلنا قبل كده كتير امنحي محاولاته، وهو بدل ما يصرخ قال انا غضبان، قولي له انا مبسوطه قوي ان انت عملت كده، او انا مبسوطه منك ان انت ما صرختش وقلت انا غضبان. يبقى امنحي التصرف ده علشان خاطر تنميه عنده. استخدمي القصص والافلام عشان تشرحي له مشاعر الشخصيات. شوفي كان البطل هنا غضبان ازاي، شوف البطل هنا كان مبسوط ازاي، شوف البطل هنا كان حزين، كان سعيد، عشان خاطر يفهم معنى المشاعر. واعرفي ان بيت آمن بيساوي طفل متزن. التوتر العائلي بيضعف شعور الطفل بالاستقرار. اتجنبي النقاشات الحادة بين الكبار قدامه، وخففي من عبارات التهديد، ماشي، عشان خاطر دي بتخليه دايما حاسس بخوف. امنحيه فرصة الاختيار في أكله، في شربه، في ملابسه، عشان تعزز ثقته بنفسه. زي ما قلتلك بطريقة، الهدوء مش جبل، دي زرعة كل يوم بنرويها بالحوار اللطيف والاحتواء والقدوة الصادقة. وافتكري ان انت مش أم مثالية، لكن كل خطوة صغيرة بتعمل فرق كبير قوي قوي في عالم طفلك. فاعرفي ان انت بطلة وأم قوية، وبتعملي اللي ربنا يقدرك عليه، وكله في ميزان حسناتك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.